السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شركة هوجن بتعمل تحفة فنية. لو خدت بالك هتلاقي ان شركة هوجن الفترة اللي فاتت كانت منزلة اف 250 ال 250 في 250، ونزلت اشكال جديدة للثلاث اصدارات. كمان نزلت لك الاصدار اللي جاي ده اتش 250 ريسر. الموتوسيكل ده تحفة فنية ملهاش حل، يرضي جميع الاذواق، وامكانياته جميلة جدا جدا جدا، وسعره فوق الممتاز. تعال النهارده نتعرف على مواصفاته كاملة. يلا مع بعض نبدأ. ورجعنا تاني بعد الفاصل مع هوجن اتش 250 الجديد من شركة هوجن. واللي ما يعرفش شركة هوجن منتجاتها في مصر من اكتر من 20 سنة تقريبا، وواخدة ثقة عالية جدا في السوق المصري. منتجاتها غنية عن التعريف، خامة وجودة وكفاءة واحترام عند المستخدم المصري. النهاردة شركة هوجن نزلت لنا المنتج اللي قدامك ده، وفعلا نزل السوق وفي تجار خدته المعارض. مواصفاته ايه، امكانياته ايه، عشان تعرف انت هتروح تشتري ايه او تركب ايه ويمشي معاك ولا لا. تابع معانا. شوف يا سيدي، اول حاجه الموتوسيكل اللي قدامك ده بيحتوي على محرك رباعي الاشواط، بستم واحد سنجل سلندر، ضغط عالي او كبس عالي، نسبه الانضغاط فيه 9.6 يعني افضل بنزين للموتوسيكل ده 92. يعني 80 ما يمشيش، لا هيمشي. عشان ما تقولش انا ما عنديش الا 80، لا يمشي، ولكن هيترك بعض الترسبات الكربونيه احنا في غنى عنها مع المدى الطويل. فعشان كده ضغط البستم يبقى 92، حطيت 80 هيمشي. مواصفات الموتور: تبريد هواء وتبريد زيت. طبعا تبريد الزيت هنا نازل بستايل عالي جدا وبكفاءة اعلى من القديم. 5 غيار، واحد تحت والباقي فوق. نظام التشغيل فيه مارش زائد منافلة. المارش لسهولة الاستخدام لو في كهرباء وكهربتك 100. طب لو اي عطل كهربي او ميكانيكي في المارش او في دايرة المارش، يبقى انا هستخدم المنافلة اللي هو نظام التشغيل الاحتياطي. كلام جميل، كلام زي الفل. مستوى من الزيت لتر و200 ملي. طب لو حطينا لتر يشتغل مش هيقول لا. ناس كتير جدا شغاله لتر من يوم ما المحرك ده نزل، ولكن الافضل لتر و200 ملي لزوجة 2050. تمام كده. ده كده تقريبا كل شيء عن المحرك. طب لو طلعنا بره، هنقول ان شاسيه من المواسير الحديد الموصلة مع بعضها باللحامات. بعد كده هنرجع ورا وقدام هنلاقي 2 جنط مقاس 17، امامي كاوتش 17 في 90 في 90. طبعا ممكن تخلي 17 90 100، ولكن الافضل يفضل الكاوتش على الستاندر بتاعه، لان طبعا دي معايير هندسية اللي هو عرض الكاوتش ورا وقدام مع سعة الموتور مع البنزين مع الامكانيات كاملة، هيدي لك الكفاءة العالية واطول فترة ممكنة بلا اعطال او باعطال قليلة يعني. الخلفي كاوتش 17 80 120، ممكن اخليه 130 برضو. عندي آلة الجرة نازلة 15 امامي 42 خلفي. وطبعا الناس من هواة التعديلات ممكن تعدل في آلة الجر وتخليها 16 على 38 لو محتاج سرعة اعلى، ولكن الافضل دي عشان المحرك، الا اذا كنت سواق 100%. وقلنا الكلام ده قبل كده في فيديوهات ازاي تعرف تسوق وقت مع التعديلات. طبعا الموتوسيكل نازل 2 مساعد امامي معدول و2 مساعد خلفي. نازل عداد نص ديجيتال ولكن موضح فيه البيانات كاملة. طبعا الموتوسيكل فيه تانك البنزين، سعته من البنزين 19.5 لتر. تانك كبير جدا هيكفيك لو انت بتسافر بالموتوسيكل اي مسافة. طبعا عندي الاحتياطي 3.5 لتر. يعني ايه؟ يعني حاجة فخمة جدا. انا ان شاء الله مسافر طريق طويل، حنفية البنزين على العادة، طيب قطعت وبطلت بنزين، اقلب على احتياطي معاك 3.5 لتر. هتقولي طب ما في مشكلة تانية، اقول لك هي ايه؟ هتقولي طب اللتر هيمشيني قد ايه؟ اعرف ال3.5 لتر دول هيمشوني قد ايه لو انا في طريق صحراوي او طريق مفيش فيه بنزينة. اقول لك اللتر بيمشيك ل2.2 لتر بيمشوك 100 كيلو. يعني تقريبا اللتر بيمشيك من 35 ل 45 كيلو، شيء فوق الممتاز. تمام كده. طب السرعة القصوى للموتوسيكل ده 90 كيلو، ده السرعة القصوى بتاعته. طب هيجيب اكتر، هيجيب ال100 مرتاح وال110 مرتاح كمان، ولو عدلت هيجيب اكتر، بس الصح
90 كيلو لضمان اطول فتره بدون اعطال. طبعا احنا قلنا ان الاضاءه امامي وخلفي ليد كامل بالفلاشرات بكله، فرامل باكم امامي وخلفي، جنوط سبور يعني هتشتغل تيوبلس كويس، الكاوتش تيوبلس اصلا. تمام. ابعاد الموتوسيكل: طول الموتوسيكل متر 96 سنتي، عرض الموتوسيكل 78 سنتي، قاعدة العجلات متر و8 سنتي، عندي الخلوص الارضي 17 سنتي، وطبعا من اهم الامكانيات في الموتوسيكلات الخلوص الارضي عشان ما يبقاش واطي عشان المطبات. تمام. عندي وزن الموتوسيكل 130 كيلو فارغ، عندي الوزن القائم عليه 265 كيلو. تمام، يعني فردين. طبعا الامكانيات اللي انا بقولها لك دلوقتي دي الحاجات اللي لو التزمت بيها هتضمن افضل كفاءة واطول عمر مع اقل مصاريف. نيجي بقى لمعلومات خاصة بيك انت، زي طريقة الشراء. طريقة شراء الموتوسيكل: اقرب تاجر دلوقتي قاعد موجود عند كل التجار باذن الله، او اغلب التجار بتوع الموتوسيكلات. طيب لما اشتريه اعمل ايه؟ طريقة التليين سهلة جدا. اول حاجة طريقة التليين يا غالي ان انت هتلين على الواقف يوم او اتنين حسب امكانياتك، وهتغير زيت الحفظ اللي موجود فيه. تمام. بعد كده في حاجة اسمها التليين على الماشي، اللي هي من 1000 ل 1500 كيلو هتغير فيهم 3 غيارات زيت. يعني لو انت نويت تغير تلين 1000 كيلو، كل 300 400 غيار زيت. السرعة القصوى بتاعتك في فترة التليين 70 75 كيلو، ما تزودش عن كده، ده اضمن حاجة. ما تقرصش على المحرك، متطلعش مطالع، ما تشيلش احمال تقيلة، ما تسافرش بيه كتير. ولكن لو هتسافر زي ما قلت لك هتلتزم باللي انا قلت لك عليه ده. ده طبعا هتاخد الموتوسيكل، لو هتاخده صندوق هتقفله على ايدك، هتشحن بقى وتظبط ومية مية. طب لو خدته من المعرض متجمع، حاول تروح لميكانيكي جنبك هيشيك على المسامير ويشيك على التشحيم وشغل الموتوسيكل. ده نصيحة لله عشان تضمن برضه سلامتك وسلامة المركبة وانت راكبها. يبقى احنا عرفنا هنجيبه منين، هنعمل ايه اول ما نجيبه، سعره اول ما اعرفه ان شاء الله هنزل في فيديو اسعار الموتوسيكلات اللي الناس طلبتها ان شاء الله. تمام. ده كده مواصفات الموتوسيكل هوجن اتش 250 الجديد من شركة هوجن الصينية. طبعا اي سؤال او استفسار تحت في التعليقات، اي حاجة انا نسيتها تحت في التعليقات برضو ان شاء الله. وباذن المولى ما تنساش زي ما تعودنا الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس لو انت اول مرة تشوفنا عشان تستفيد باذن الله. الاعجاب والتعليق دعم عشان نستمر. دمتم في امان الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.